هاي الطيارة أسرع من الصوت، راح توصلك من أمريكا لأوروبا بأقل من 4 ساعات. الطيارة من شركة بوم سوبرسونيك واسمها XB1، بس ال XB1 مجرد طيارة تجريبية يمهدون بها الطريق لهاي الطيارة ذا اوفرتشر. شكلهم خرافي، يشيلون 80 راكب ويحلقون على ارتفاع 60,000 قدم، وأسرع من الصوت بمرة ونص تقريبا. راح توصلك من أمريكا لليابان ب4 ساعات ونص. والشركة أساسا عندها صفقات ويا شركات كبيرة مثل يونايتد، أمريكان إيرلاين، جابان إيرلاين، وبنوا مصنع عملاق يقدر يصنع 33 طيارة من هاي بالسنة، وسووا تصميم خاص للمحركات وسموه سيمفوني، وواجهة تحكم متطورة تشتغل بالذكاء الاصطناعي. بس الغريب شنو؟ هاي مو أول مرة نحاول نطير بسرعة الصوت. طائرات مثل الكونكورد كانت تشتغل من أكثر من 50 سنة، بس شكلها كان سابق وقتها، وتوقفت بسبب إنه التذاكر كانت كلش غالية، $12,000 للمقعد الواحد. بس الخبر الحلو إنه التكنولوجيا والسياحة اتطورت هواي من هذاك الوقت، وشركة بوم تعتقد إنه الرحلات الجديدة مو بس راح تكون بسعر مناسب، بس هم أفضل للبيئة بكثير. فالسؤال هو إيش قد تدفع حتى تطير أسرع من الصوت؟